يقول: فإني أسأل عن حلق اللحية. الله عز وجل خلقنا وأوجدنا وخلق الإنسان في أحسن تقويم، ثم رده أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وخلق الرجال وخلق لهم اللحى وزينهم بها وأكرمهم بها، كما كانت عائشة رضي الله عنها تقول ويعني تقسم بمن زين الرجال باللحى. والله عز وجل لا يخلق شيئا عبثا، فالله عز وجل يخلق الأشياء لحكمة، وجعل في أجسامنا شعورا، منها شعور ابتلانا بحلقها، وجعل حلقها عبادة كالإبط والعانة وحلق شعر الرأس في الأنساك. وخلق لنا شعورا ولم يتعلق بها حكم في ذاتها، كشعر الرأس بغير الأنساك، وشعر بقية الجسد غير اللحية. وخلق لنا شعرا وابتلانا وتعبدنا بإبقائه وعدم حلقه. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: ونحن نشهد الله أننا نصدقه فيما يقول ونؤمن بما يقول ونعوذ بالله أن نعرض عما قال. يقول صلى الله عليه وسلم: اعفوا اللحى. ويقول صلى الله عليه وسلم: أرخوا اللحى. ويقول صلى الله عليه وسلم: أكرموا اللحى. ويقول صلى الله عليه وسلم: وفروا اللحى. هذه أوامر، والأمر للوجوب. ما الفرق بين قول النبي صلى الله عليه وسلم اعفوا اللحى وقول الله عز وجل وأقيموا الصلاة؟ كلاهما أمر، والأمر للوجوب، وهذا أمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. فليحذر الرجال أن يخالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليتعلموا وليعلموا أن هذه عبادة يتقربون بها إلى الله سبحانه وتعالى. فليعفوا لحاهم وليتركوا لحاهم. ويكفيك فخرا يا عبد الله لو لم ترد الأوامر بإعفاء اللحية أن يكون فيك شبه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا أقول: قرأنا سيرة الأخيار، قرأنا سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرفنا وصفه، وقرأنا سيرة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرفنا أوصافهم، وقرأنا سير الأئمة وعرفنا أوصافهم، وكلهم كانوا يعفون لحاهم. فأنت يا عبد الله إذا أعفيت لحيتك قد كنت مقتديا برسول الله صلى الله عليه وسلم وبأخيار المسلمين. لكن إذا حلقت لحيتك قل لي بربك تقتدي بمن من خيار المسلمين. فعليك أيها المبارك أن تعفي لحيتك طاعة لله وامتثالا لأمر الله، وإياك أن يخذلك الشيطان عن هذا. والإنسان قد يخطئ، لكن خير الخطائين التوابون. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. أسأل الله عز وجل أن يعيننا جميعا على أنفسنا وأن يعيننا على الطاعة.